ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. من خلف الكاميرا. مش جاهزة للتصوير، بس ايه قلت ايه اوريكم بس الخشاف القمر ده بيتعمل ازاي. خشوا معايا الفيديو كده وشوفوا القمر ده عملناه ازاي. لما حطينا القمر الدين بعد ما عملناه في الخلاط، عندي كده ايه قراصية عشان ما تبقاش يعني بصي اصل كبيرة، يعني انا بحب اقطعها كده عشان ما تبقاش يعني المعلقة كده لما ناخدها ناخد كذا حاجة مع بعض صغنونة كده. تمام، اقطع كده القراصية. وهنا عندي بلح برضو غسلاه شايله منه وحطاه في ميه. هنا عندي عندي مشمشيه اقطعها برضو حتت صغيره. لو عندك مشمشيه صغيره تقطعيها على نصين، لو عايزه لو صغيره خالص بس بصراحه ما بحبش اجيبها الصغيره. بتحطيها على بعضها. انا هنا بقطعها كده حتت برضو صغيره. تمام، عندي بقى هنا شويه مكسرات كده، كاجو، عين جمل، بندق، لوز، زي ما صحيح كله كده، كله صحيح. تمام، بسم الله. اللي مش عايزه مكسرات ما يحطش مكسرات براحتكم، بس احب بالمكسرات عشان يبقى الطبق كده كله كله فوائد. بس انا ما بحطش بقى جوز الهند. ليه؟ جوز الهند ما عنديش حد بيحبه صراحه في البيت في الخشاف، فانت لو حابه تحطي جوز هند حطي جوز هند. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا برضو شويه سوداني كده متقشر. تمام، الخشاف عايزه تعمليه باللبن، عايزه تعمليه بميه بس كده وسكر اعمليه كده. عايزه تعمليه بقمر الدين زي كده برضه اعمليه، بيبقى حلو جدا، بيبقى طعمه تحفه. بصوا نغرفهم مع بعض كده واوريهولكم. القمر يا لهوي على القمر. زي ما قلت لكم كده في الفيديو، عايزه تعملي الخشاف باللبن تمام، عايزه تعمليه بميه بس برضو تمام، عايزه تعمليه زي ما انا عملته كده بقمر الدين. بتنقعي القمر الدين الاول بميه سخنه، وبعد ما يدوب خالص كده بنضربه في الخلاط. وزي ما شفتوا كده في الفيديو القمر بتاعنا الخشاف الجميل بتاعنا كده واحدة. عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله، يعني طعمه حكاية. صايمين مدقناهوش بس احنا عارفين طعمه. كل سنة وانتم طيبين. بصوا القمر، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. اهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه رأيكم بقى؟ الف هنا على قلوبكم، استنوني ان شاء الله. ده حاجة سريعة كده بس منزلاها ان شاء الله باذن الله. بس انا عندي مشكلة بس في النت، عشان تبقوا عارفين ما بنزلش كتير، عندي مشكلة كبيرة جدا في النت. ان شاء الله هنزل لكم، نظبط الدنيا وهنزل لكم ان شاء الله كل شوية بحاجة جديدة ان شاء الله. واشوفكم على خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.